أوضح محمد بيرم الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل في مقاطعة عفرين والشهباء أن توحيد الموقف الكردي يعطي الاستمرارية والتشاركية في شمال وشرق سوريا لتوحيد الرؤى السياسية للانطلاق نحو حل مستدام لكافة المشاكل السورية. تصريحات بيرم جاءت في إطار طرح موضوع وحدة الموقف الكردي في شمال وشرق سوريا وتوحيد الأحزاب والخطاب السياسي الذي يعتبر الحل للقضية الكردية والأزمة السورية. كما شدد محمد بيرم إلى ضرورة الوحدة والتكاتف وتوحيد المواقف السياسية ليعم الأمن والأمان في أرجاء البلاد. لكن منذ فترة قصيرة ليست بطويلة كانت هناك مبادرات. منذ البدايات كانت هناك مبادرات من قبل الإدارة الذاتية لإيجاد حل مستدام للأزمة السورية وإيجاد القواعد الأساسية التي تمكن وتعطي الإمكانية لاستمرارية الحياة التشاركية في شمال شرق سوريا، وأن تكون هذه التجربة أن تعم كل الجغرافيا السياسية السورية لتوحيد الرؤى أولا، وثانيا لإيجاد أرضية للاستمرارية وأن تكون هذه الحل مستدام لحل كافة المشاكل السورية. لكن على ما يبدو هناك البعض من الأحزاب الذين يفضلون الحزبوية على المصلحة الوطنية يرفضون هذه الاقتراحات وهذه المقترحات التي طرحت من قبل الإدارة الذاتية، فيفضلون المصالح الحزبوية على المصلحة الوطنية. وهؤلاء الناس حقيقة هم ليسوا وطنيون، هم بعيدون عن كل شيء اسمه الوطن والمواطنة، لأنهم يعتبرون بأوامر الدول الإقليمية والدول ذات ممكن أن نقولها الدولة الرأسمالية، الحداثة الرأسمالية.